موجز الأخبار على قناتكم أخبار متجددة 24. أهلا بكم. سنتين حبسا نافذا لمسؤول كبير وتورط 24 موظفا أمنيا. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يومه الجمعة 30 يناير 2026 أحكاما قضائية في حق العمدة السابق للمدينة محمد العربي بالقايد ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي يونس بن سليمان، حيث قضت في حقهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما. كما شمل منطوق الحكم إدانة المتهمين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية قدره 4 ملايين درهم، وذلك على خلفية الاختلالات المالية التي شابت صفقات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ كوب 22 الذي احتضنته المدينة الحمراء سنة 2016. وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى شبهات فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات تفاوضية باشرها المجلس الجماعي لمراكش، والتي كان يشرف على لجنتها البرلماني يونس بن سليمان بصفته نائبا للعمدة آنذاك. وقد جاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكايات رفعتها جمعيات حقوقية تعنى بحماية المال العام، رصدت من خلالها وجود خروقات في تمرير عشرات الصفقات التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة تحت ذريعة الاستعجال دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية. وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش كشفت عن وجود خروقات في 14 صفقة تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي تحت ذريعة الاستعجال تزامنا مع تظاهرة كوب 22، إلا أن تحقيقات النيابة العامة والخبرات الحسابية والتقنية التي أمرت بها المحكمة كشفت معطيات مثيرة، حيث تبين أن عددا من هذه الأشغال لم يبدأ تنفيذها إلا بعد انتهاء المؤتمر العالمي، مما أسقط مبرر الاستعجال الذي استعمل للالتفاف على المساطر القانونية العادية لقانون الصفقات العمومية. من جهتها أكدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها تجري بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يومه الخميس 29 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة ل 24 شخصا من بينهم 6 شرطيين و6 موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية. وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة من أجل مخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة. وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة لتحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة. كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأعمال الإجرامية المسجلة.